السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم متابعينا الأعزاء في قناتكم. التلفزيون الجزائري يعلن عن بيان هام لجماهير المنتخب الجزائري بشأن مباراة الجزائر والتوغو. لنتابع التفاصيل. أصدرت مصالح أمن ولاية عنابة بيان هام اليوم الثلاثاء بخصوص اللقاء المرتقب بعد غد الخميس بين المنتخب الوطني الجزائري ومنتخب التوغو. وكشفت مصالح شرطة عنابة اليوم بأنه قد سيتم تسخير أعوان تابعين لها بمحيط ملعب 19 ماي من أجل توجيه وتسهيل دخول المناصرين. كما أكدت وضع تشكيل أمني لتنظيم وتحويل حركة المرور لضمان الانسيابية عبر المحاور والطرقات المجاورة والمؤدية إلى الملعب. وشددت شرطة عنابة على كل شخص لا يحوز على تذكرة الدخول الامتناع عن التنقل إلى الملعب أو التواجد بمحيطه. كما يمكن دخول القصر إلى الملعب عدا المرفقين بأولئهم مع ضرورة استظهار بطاقة الهوية. في الأخير أكدت ذات المصالح الولائية بأن كل من يضبط بحوزته تذكرة دخول مزورة أو ألعاب نارية أو شماريخ يتم توقيفه وتقديمه أمام الجهات القضائية.